خربت بيت عمرو أديب ولميس الحديدي وكمان شريف سلامة والمأذون شغال الله ينور. الإعلامي عبد الناصر زيدان بيفتح النار على المذيعة رضوى الشربيني. زيدان وجه اتهام مباشر وخطير لرضوى وقال لها وش في وش: انتي السبب في خراب 90% من البيوت في مصر، ومن يوم ما ظهرتي والمأذون مش ملاحق شغل. التصريحات دي كانت صادمة للكل وخلت الجمهور مستني رد فعل رضوى الشربيني، اللي الكل توقع إنها هتطلع تردح أو تعمل فيديو ناري. لكن الحقيقة إن رضوى اختارت التجاهل التام لعبد الناصر زيدان، وقررت تضرب في العالي وتوجه كلامها لأسماء تقيلة في الوسط الفني، وكأنها بتقول لزيدان أنت مش في حساباتي أصلاً. رضوى كانت لمحت لحاجات خفية ورا انفصال أسماء كبيرة زي عمرو أديب وشريف سلامة، وقالت كلام خلى الناس كلها تسأل: هل فعلا نصايح رضوى هي اللي بتخرب البيوت؟